لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1461 لوانا كاين تفسير القرآن في رزبين وخزمتان بس رزامندي رب العالمين وهي وذان ايوي ازي السودي لول بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. بەڵێ خۆشەویستان دیار بناسبەی ئاەتێ لەگەڵ ئەوەی پێشترووەکو بقاعدە لێ لما بين الله تعالى تحتم البعث وحكمته كاتێک لە ئاەتی پێشووتر رب العالمین ئەوەی لۆمان بەیان کرد و ڕوونی کردەوە کەوا مەسئلەی زیندی بوونەوە قەزەیەکی حتمیە هیچ گومانی تێدا نیە و هەروەها حکمت لەو زیندی بوونەوە لە بۆ چییە؟ بين إمكانه ويسره عليه تعالى لەو ئاەتە خی گەورە بەیانی ئەوە دەکاتکەوە مەسئلەی زیندیکردنەوە لای الله تعالى زۆر ئاسانە وهروە ابن عاشور دەڵێ إن هذه الجملة متصلة بجملة ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دەفەرمێ و ئاەتە پەیوەستە بە ئاەتەکەی پێشووتر کە خی گەورە باس لە زیندی بوونەوە دەکا و باز لە حکمت لە زیندی بوونەوە دەکاتن بەڵام دەفەرمی لە کۆتاییەکەی دەفەرمی ولكن أكثر الناس لا يعلمون زۆر بە خەڵکی نایزانن دەفەرمی ئەو ئاەتە علاقەی بەو بەشە ئاەتەی پێشەخۆی هەیە لبيان أن جهل المشركين بمدى قدرة الله تعالى لبر أويلو من بيان دكا كوا كاتك مشركة كان جهليان هي بمدى قدرته دا صلاة خواهي قول سبحانه وتعالى أو جهليان هو الذي جرأهم على إنكار البعث واستحالته عندهم إتر أو جهليان برامبر بقدرة دا صلاة خواهي قول أو جرأتان بيبخشية كوا إنكار الزندي بونا وبكنوا بلانشتيتي مستحيلة فهي بيان للجملة التي قبلها لويا ضليو بيان كرنا لبو آتك بيشوتر ولذلك فصلت ووقعت جملة ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا إلى آخره اعتراض بين البيان والمبين كواتا تفرمي أو فعلا إلى آخر آتك بيشوتر هيك أخوي سبحانه وتعالى فرموي هاتني ڕۆژی قیامەت شتێکی حتمیە تاوەکو خوای گەورە لەوێن دەرێ بەیان بکا لە بۆ خەڵکی لە قیامەتێ ئەو حەق و باتڵێک کە خەڵکی خلافیان لەسەری هەبوو واروها تاو کافرەکان بزان چەندە درۆزن ئیتر ئەوانەی کەوا ئینکاری دەسەڵاتی خوای گەورەکەن ئەوانە دەڵێن ڕۆژی قیامەت نییە و یاخود دەڵێن مستحیلە. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون أي إنما قولنا لشيء نريد إيجاده. الله تعالى فرمي قولي إيمة وتي إيمة لبوشتك كبما نبيه وجود أن نقول له مرة واحدة كن يقزار دلين ببا فيكون يكسر أوشتد بي كما أردنا يقزار دلين كن ببا يكسر أوشتا دبي بوشيوي كما أردنا كوكو ويستمان بلا تأخير ولا تعب ولا مشقة علينا كوات هرشتك بمعنى بس بي دلين ببا يتر دبي بوشيوي كدمانه ببي تأخير بون ببي ماندي بون ببي مشقتك ومن ذلك إحياء الموتى لوانش زندي كرنوي مرديا كان إن زاد فرمي والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ديار مناسبة وآتر قالوا بيشتوك رازي أن الله تعالى لما حكى عن الكفار أنهم أقسموا بالله
جهد أيمانهم على إنكار البعث والقيامة كاتك الله تعالى من جراوك وكافر كان سوين دخون بذات الله بوبري قناعتيانه بويكوا زنديبونه وقيامت نية دل ذلك على أنهم تمادوا في الغي والجهل والضلال إتر أسوين خوارنيان بلغير سروي كوان زور روتسوينة لا لنفاميو لقمرايدا وفي مثل هذه الحالة لا يبعد إقدامه على إيذاء المسلمين وضربهم إتلو حالتي أو قناعتيان بي بيقومان أوان إقدام دكن بويكوات سبكن مسلمانان أزيد بدن بهموش شويك سزايان بدن وحينئذ يلزم على المؤمنين أن يهاجروا عن تلك الديار والمساكن تلو حالتي مسلمانان أوان ديتا بيشه كوا أو جيغايا بزي بيرنو هجرت بكن لو جيغاي كواتيدا أزادة الناتان دينكي خوان تيدا بيادة بكن فذكر تعالى في هذه الآية حكم تلك الهجرة لو آتدا خوي قولا حكم أو هجرة بازدك وبين ما لهؤلاء المهاجرين من حسنات في الدنيا ليردا بيان دك أو كساني كوالبيناي الله تعالى هجرة دكن تباداشتك وردك نو لو دنيايا وهروها دواتريج لباداشتي آخرت لمقابل أو كوا هجرتيان كرديو صبريان قرتيو توكليان لسأل الله تعالى بوا وذلك ترغيب لغيرهم في طاعة الله تعالى يتر أوش هاندانا لبو غير أوانيش لبو طاعة خواهي قول سبحانه وتعالى كطاعة باداشتي هم لدنيا هم لقيامت والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة أي والذين تركوا أوطانهم وقومهم أوانيك ولاتو نجتمان قوم كسكاري خوان بزي هشتيا لبيناوي تي ابتغاء مرضات الله لبيناوي بدس هناني رضا من دي الله تعالى من بعد ما ظلمهم الكفار وعذبوهم ليردوهم عن دينهم لبرتي أوانا رويشتن والخاكولات وخزمو كسخوان بزي هشت لدوائي ويكوا بباوران ظلميان لدكن وآزاريان ددن بنيازي أويكوا لدينكي خوان بشيمانيان بكنوا أوانا خواهي قرد فمي لنسكننهم في الدنيا بلدا يرضونها لدنيا دا لجيغايك كمقابل بوي لبيناي خوا جيغا خوان بزي هشتيا لدنياش دا پاداشان دينو بوي كوا لجيغاك نشجيان دكين كوا تيدا رازيبا ولا نرزقنهم رزقا واسعا وعيشا هنيئا إتر رزقيشي فراوان جيانيشي خوش يان بيدا بخشين لدنيا أبي حيان دفن فيه دليل على إخلاص العمل لله كوات الليرة ديسان تأكيد سر إخلاص كاتو دفن والذين هاجروا في الله أواني هجرتيان لبيناي الله كرديا كواتو بلغيا كبيرستا هجركا لبيناي الله تعالى بوكو لسندين آتو لسندين فرمودي بيان صلى الله عليه وسلم هاتيا كوا همو كردويك بتايبتي لو حديثي كبيان صلى الله عليه وسلم باز لهجرت دكا من كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله كوات هجرت أقل بيناي الله تعالى أو بيناي الله هر الله تعالى سزاي عفوا باداش داتو أو كوا بيناي مصلحتي شدي كجبي أو خواي سبحانه وتعالى لبؤ مصلحتي لي دقري رص عني دلي لنبوئنه في الدنيا حسنة أي بلدة أو دارا حسنة كواتا أواني كوا بيناي الله تعالى هجرتي أنكر أوان اشتجان دكين لزيقا شتاك أوشتين دري وهي المدينة لمدينة اشتجان دكين كوا أو دار حسنية كوا خواهي سبحانه وتعالى آما جاي بيدا وكو دلي وكو ابن عباس وحسن ومجاهد وقتادة أكثرين ودلين ابن كثير دلي لنبوئن في الدنيا حسنة الرزق الطيب بريتلا رزق شباش وكو مجاهد دلي ولا منافاة بين القولين يترهيش تكجيرانش لنوان أو دو قولانية شو كان يجدلي لنبوئن في الدنيا حسنة دفرمي بتسان قوليك ليك درايتوا قيل النصر على عدوهم لدنيا دا أو تاكيو أو باداش كذا اندريتوا أو كخوايقو النصرتيان بيدا لسدو جمنكانيان وكو ضحاك دلي وقيل ما استولوا عليه من فتوح البلاد وصار لهم فيها من الولايات وبوشوج ليك درايتوا واتا أو شاراني كخواي قول سبحانه وتعالى كرديا قسمت كمسلمانا فتح بكن
ببت ولايتي أوان وقيل ما بقي لهم فيها من الثناء وصار لأولادهم من الشرف أو هاش ليك دريتو كوا بتشيك هتا مهاجرين بتايبتي مهاجرين أولين أو ثناء ومدحيان ذكر لدواي خوشيان لبنا وكان بوين ماي فخر الشانازي ولا مانع من حمل الله على جميع هذه الأمور. طبعا أول تفسيري تنوع ذكري أو آتهموا إلى خو بقري لبرو خاي يقول بمطلقي دفرمي لنبوئنهم في الدنيا حسنة أو حسنة همو خوش يكاني دنيا دقريتو بنصرته بزيقايتاكو برزقي فلاوانو إتر يكم زيلش كوا بي مخاطبون أو أنا كوا لخدمة بيغمبر صلى الله عليه وسلم كمهاجرين وارها لدوا حتى روج قيامته أو كوا أو هجرته لبيناوي الله تعالى بك خاي جورا أو بعدي بيدايا. ابن تيمية رحمة الله عليه مجموع فتاوى دله سبب نزولها المهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إتر دله سبب نزوله آتا أو كوا باز لمهاجرين كان دكا كوا هجرتي أنكر لبولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عامة في كل من اتصف بهذه الصفة. يتروا بالله سبب نزولكي أوانا بلام آياتي شي قشتيشة هر كسي أوصفتي لبيت زي خواهي قول أباداشتي لبو آما ذكر دي. وهو ابن كثير جدله يحتمل أن يكون سبب نزول هذه الآية الكريمة في مهاجرة الحبشة الذين اشتد أذى قومهم لهم بمكة. الله أنا سبب نزول وآتا بازنا مهاجر كاني ذات الآماجب مهاجر كان كوا لدواي أو كلامك زور آزار دران للاين كافر كانوا إثر هجرتيان لبو حبشة ليتمكنوا من عبادة ربهم تاو كليون دربتوان عبادة بالوردقانيان بكن إثر ومن أشرافهم لأشراف قوركاني أو كساني كهجرتيان كلبو حبشة عثمان كرع عفان لرازيبي وخيزانكي رقية كتي بيغمبر بو صلى الله عليه وسلم وجعفر كر أبي طالب كآموزاي بيغمبر صلى الله عليه وسلم وهو أبو سلمة ابن عبد الأسد في جماعة أويج بخوي بك وملك كوان نزيكي هشتا كزبون إتر أوانا كأوانا لزمني أو هشتا كسي أو نواني كواهيناي وهروها لنزيكي هشتا كزب ما بين رجل وامرأة وكل بيوان آفرتان بوشيوي كهزرتيان كر تفرمي لواني سبب نزولك يكم زار لسر مهاجرين حبشبي وهروها دل فإنهم تركوا مساكنهم وأموالهم بل مالوا حال خوان بديهشت فعوضهم الله خيرا منها في الدنيا ترخواي قول له إن تعويذ كردوا بتساكتر لو يكوابزيان هشت للدنيا فإن من ترك شيئا لله عوضه الله بما هو خير له منه هركسيك لدنيا دا لبيناي الله تعالى شتيك بزيبيلي الله تعالى تعويذ دكاتو بتساكتر لو يكوا لبيناوي أو بدي هشتيا هربو شويج وكذلك وقع هابو شويش هروابو فإنهم مكن الله لهم في البلاد يتر دواي أو بخواي قولا أواني تمكين كر وهي كركوال سروي الزبيو والله بكوتب بردستي أوان وحكمهم على رقاب العباد وهروا تحكيمي كر أوان بونا حكام لا أو كوا حكم راني خلشيبكن فصاروا أمراء حكاما وكل منهم للمتقين إماما يتر أوان هر يقلوان لبو متقي كان بون إمام بقاعدة لي أي وقع ظلمهم من الكفار بناء للمفعول لبرو خير سبحانه وتعالى آت كذا فرمي والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا بمبني مجهول باشوي الظلم يان ليكرا ظلم كان لشي ليكرا لكافران ليانكرا لأن المحذور وقوع الظلم لا كونه من معين سبحان الله طبعا أوانا الشك وما تداني لأن كافران وظلميان ليكرا بلام كخواي يقول لي أن لا يكافر كان بس دفرمي من بعد ما ظلموا أوانا الظلميان ليكرا كواتب راسي ظلم هر ظلم لهر شيء ليد بكري ظلم هر ظلم لدس هر شيء ليد بكري يتر كسي كظلمي ليكرا أو براسي لا إخوي جوري اعتبار له ذكره ووكو لحديث بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو كسا دعاء كان شي قبولا ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون وهروها لا دنيا دا لنبوء أنه في الدنيا حسنة
أي ولثواب الله للمهاجرين في الجنة أعظم من ثواب لهم في الدنيا. كواتا پاداشتی ئەو مهاجرانە لە بەهەشت گەورەترە لە پاداشتەکەی خوای گەورە لە بۆیان لە دنیا. لو كانوا يعلمون لو كان المتخلفون عن الهجرة يعلمون ثواب الله للمهاجرين في الدنيا والآخرة لما تخلف أحد منهم عن الهجرة. سبحان الله. كواتا لو كانوا يعلمون ئاماژەی بۆ کەسانی کەوا هیجرەتیان نەکرد تەخەلوفیان کرد لە هیجرەت دەفەرمی ئەگەر بیان زانی با چ پاداشتێک لە دنیا و لە قیامەت لە بۆ مهاجرین ئامادەکرایە بەڕاستی هیچێک لەوانە بەپاش نەدەکەوت. شەوکانی دەڵێ وەقیل إن الظن في يعلمون راجع إلى المؤمنين. هەندێک دەڵێن لو كانوا يعلمون وەکو شەوکانی دەڵێ باز لە ئیماندارەکانە أي لو رأوا ثواب الآخرة وعاينوه لعلموا أنه أكبر من حسن الدنيا. كواتا لبو ئیماندارەکان ئەگەر بزانن لە قیامەتیان لە بۆ ئامادەکرایە ئەوا دەزانن زۆر زیاترە لەوەی کەوا لە دنیادا لە بۆیان ئامادەکرایە. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.